السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل احلى اكلة شعبية كل الناس بتحبها وما بيختلفش عليها اتنين، الكشري المصري. يلا بينا. انا حاطة هنا على النار حلة فيها مية، بعد ما غليت حطيت ميكس كده من المكرونة، اي نوع مكرونة انتي بتحبيه. عندي زيت هحمر فيه شرايح من البصل. شرايح البصل انا رش عليها رشة ملح ومعلقة دقيق ومقلباهم مع بعض كويس. هتطلعي احلى شرايح بصل مقرمشة ممكن تدوقيها في حياتك، وطعمها حلو جدا جدا جدا. الزيت اللي احنا بنقلي فيه البطاطس هو ده الجوكر بتاع الوصفة بتاعتنا النهاردة، هنعمل بيه كل اللي جاي بعد كده. يبقى انا اول حاجه عملتها حطيت ميه على النار وحطيت عليها ميكس من انواع المكرونه اللي انتي بتحبيه، وبعد كده حطيت الزيت. بعد الزيت ما سخن نزلت عليه بحلقات البصل اللي انا رش عليها رشه ملح صغيره جدا ومعلقه دقيق، ومقلباهم مع بعض كويس جدا، وحطيتهم يتقلوا هيطلعوا احلى بصل مقرمش انتي دقتيه في حياتك، حلو جدا جدا جدا. طبعا انا قعدت اقلب 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 كتير جدا جدا، لازم تقلبي البصل عشان ما يلزقش ويمسك في بعضه ويعمل تكتلات مش لطيفة، فخلي دايما ايدك في البصل. انا قعدت على فكرة اقلب في البصل كتير جدا، بس انا حاولت ان انا اقطع لكم الجزء ده شوية عشان ما تزهقوش. خلاص تمام. عندي طماطم، هقطع الطماطم وهضربها في الخلاط، بسيطة خالص. انا عارفة ان احنا كلنا بنعرف نعمل كشري، بس احنا قلنا نغير شوية. خلاص تمام. يبقى انا هستمر في تقليب البصل، هقلب البصل كويس جدا علشان ما يتكتلش ويمسك في بعضه ويطلع لي بصل مش حلو خالص، وان شاء الله هيطلع معاكي مقرمش، وجربيه وعلى ضمانتي وهتدوقيه وهيعجبك جدا جدا جدا. كلنا طبعا بنعمل الكشري المصري، وكلنا عندنا تكات للكشري المصري. انا هقول لكم على التكات بتاعتي النهارده، وقولوا لي بقى انتوا بتعملوا زي بالظبط ولا ايه، واللي بيعمل حاجه مختلفه يا ريت يقول لي، ناخد من بعض كده شويه افكار ونصايح ونساعد بعض ونعمل احلى اكل. في ناس طبعا بتعمل الحمص مع الكشري المصري، انا الصراحه مش بعمل حمص مع الكشري المصري، مش بيحبوه عندي فمش بعمله. خلاص تمام. يبقى انا عندي الجوكر النهارده اللي هو زيت البصل، الزيت اللي انا قليت فيه البصل ده هعمل بيه بقيه الوصفه بتاعتي. انا هنا بتاكد بس ان المكرونه بتاعتي تمام وما تكتلتش معايا، بقلبها طبعا كل شويه وهي على النار. خلاص هي كده المكرونه خلصت، هروح بقى ايه اصفيها. وادي كمان البصل خلاص اهو، تقلبتين وهطلع على طول علشان ما يتحرقش مني. كده خلاص تمام، هنطلع ان شاء الله.